احجز مكانك أحد حتى الآن. هو الذي قال في يوم اعتزاله معنا في الصورة: لم أعد قادرا. على ماذا يا رونالدو؟ لقد حان الوقت لقول كلمة وداعا، وأضاف: جسدي يؤلمني، ذهني يريد مواصلة اللعب، لكن الجسد يقول لي لم يعد بإمكانك فعل ذلك. ما يدهشنا حتى الآن لم يكن ليدهشنا لو بقيت لسنوات طويلة بدون إصابة. من يشبه، من يقترب منك، من يعيدنا مرة أخرى. إنه ظاهرة، إنه لا يجار في كرة القدم. هكذا يقولون النجم الذي قال عنه بيكنباور: يصعب عليك مراقبة رونالدو طيلة 90 دقيقة، بينما قال زيدان، وزيدان بكل شحمه ولحمه: رونالدو لاعبي المفضل في كرة القدم، بينما قال كرويف: لا يمكن مقارنة رونالدو بأحد في كرة القدم. زاغالو المدربة قال عنه: يلعب كرة القدم ببهجة الأطفال، وهو الوريث الوحيد لميري. هكذا كلمات تقال وهي ليست ككل الكلمات. بينما يرى راؤول: أحاول أن أتعلم في كل يوم جديد من رونالدو. ويقول زيدان، وأعود لزيدان كذلك، يقول: عندما لعب معي في ريال مدريد كنت أستمتع وينهى بالمتعة عندما أشاهده في التدريبات وفي المباريات، كان متعة لا تجاريها متعة. بينما قال أحدهم يوم من الأيام: اللعب ضد رونالدو أشبه بأشغال شاقة مؤبدة، في تشبيه معبر جدا، لأن المدافعين يرون بأن أن تتواجد أمام لاعب مثل رونالدو فهذا يعني بأنك كأنه قد حكم عليك بالأشغال الشاقة المؤبدة. بينما يرى رونالدينيو أنه مثله الأعلى ولا مثيل له في كرة القدم. كريم بنزيما النجم الفرنسي مع ريال مدريد يقول: أنا حزين لرحيل بطلي وقدوتي، لن يأتي شبيها له على الإطلاق.